شاهدنا معكم هذه الثنائية هنا، فرحة أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهدف زياش بهدف المغرب، ثم بتأهل منتخب المغرب الذي بات ممثلا وحيدا للعرب في دور ال16 وقد حقق إنجازا تاريخيا بتأهل كبير ومستحق بصدارة لهذه المجموعة ب7 نقاط من تعادل مع منتخب كرواتيا، ثم من انتصار على منتخب بلجيكا، وختاما بانتصار ثان على منتخب كندا. ألف مبروك لمنتخب المغرب. لاعبو المغرب لعبوا في أكبر الأندية الأوروبية. لعبوا تفضل. الهدية بسيطة، منتخب تيشيرت منتخب المغرب، ولكن بشرط بدك أغنية هذه كنتي تغنيها فوق. أي واحدة؟ جيبوها يا لا جيبوها لا ثانية. الله 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 مبروك منتخب المغرب. شكرا يوسف على هذه المفاجأة. وهذا القميص مناسبة يتفاءل فيه المغاربة لأنه استوحي بالضبط من تصميم منتخب المغرب 98. أنت توقعت الفوز. توقعت الفوز، هذا جيد. وأتذكر بأنك قلت بأننا جميعا مدعوون للعشاء الليلة، أليس كذلك؟ على حسابك أنت قلت ذلك. حضر قدام. شكرا كابتن يوسف. مبروك المنتخب المغربي. أكرر مرة ثانية، التيشيرت هو هدية جميلة، لكن تواجدك معنا هو الهدية الأكبر. الله 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 الله. شكرا كابتن يوسف. أكرر بأن هذا التصميم استوحي من قميص المنتخب المغربي عام 98 عندما كان يوسف شيبو إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم قدموا نسخة تاريخية، تعادلوا آنذاك مع منتخب النرويج، فازوا على منتخب اسكتلندا، ولولا خسارة منتخب برازيلي من منتخب النرويج لكان يوسف وبقية هذه الكتيبة في الدور الثاني من المونديالي 98.